كيف نشأت وتكونت إمبراطورية عزت حنفي، وهل فعلا كان ليه علاقة بقيادات في الداخلية، وإيه الأسباب اللي أدت إلى انهيار هذه الإمبراطورية، وكيف تم اقتحام الجزيرة واللي تم تحصينها بشكل كبير، وكيف تم القبض على عزت حنفي، وإيه التهم اللي وجهت إليه، وهل تم محاكمته داخل مصر أم تم تهريبه إلى الخارج. في فترة التسعينات بدأ يظهر الإرهاب في مصر، والجماعات دي كانوا بيطلعوا يضربوا ويستخبوا. الداخلية تبدأ تدور عليهم أو تبحث عنهم ما تلاقيهمش، وكانوا بيستخبوا في صعيد مصر في الطرق الجبلية وفي الزراعات والحاجات اللي زي كده. بصراحة الداخلية والقيادات بتاعتها ما كانوش قادرين على الجماعة دول، لأنهم كانوا بيعتبروا إن هم بيواجهوا عدو خفي ما كانوش قادرين يوصلوا لهم عشان يتعاملوا معاهم. من هنا فكر بعض قيادات الداخلية، طب ليه إحنا ما نتعاونش مع العائلات الموجودة في الصعيد، والعائلات دي عندها بقى مزارع القصب وكمان بيدخلوا المناطق الجبلية وعارفين كل شبر فيها. بعد دراسة الوضع وقع الاختيار على عزت حنفي وعائلته، وعلى الرغم ان عزت ما كانش اكبر اخواته بس كان ليه مكانة كبيرة في عائلته كمان في قريته. في الوقت ده عمره كان 30 عام. هو وعائلته كانوا بيمتلكوا اراضي زراعية كبيرة حوالي 80 فدان، كانوا بقى بيزرعوهم قصب وموز، ودي الاماكن اللي كان المفترض ان الجماعات الارهابية دول واعضائها بيروحوا بيستخبوا فيها. عشان كده هم اللي هيقدروا ينفذوا المهمة الموكولة ليهم دي على أكمل وجه. وفعلا تم الاتفاق مع عزت حنفي وعائلته، وكان الاتفاق إن العائلة تصفي أعضاء الجماعات الإرهابية دي، وإن الداخلية هي اللي هتمدهم بالسلاح المطلوب لتنفيذ العملية. والعملية الأشهر في الوقت ده لعزت حنفي لأحزاب الداخلية هو تصفيته لعضوين بارزين في الجماعة دي، ناجح وحازم. والاتنين دول كانوا متخفيين في قرية اسمها قرية العقال البحري. ولما الموضوع ده تم خد صدى كبير جدا عند الداخلية، والداخلية كانت مبسوطة بيه، وده لأنهم الشخصين دول كانوا سبب في تصفية أكتر من 300 شخص من أفراد الشرطة. وبالفعل عزت حنفي وعائلته قاموا بكل الحاجات اللي كانت موكولة إليهم من الداخلية. وفي الوقت ده إن الداخلية كانت مبسوطة منهم جدا، ويقال إن وزير الداخلية بعت لهم شيك بنصف مليون جنيه، وإن عزت حنفي رفض ياخده. بدأت بقى علاقة عزت حنفي وعائلته تزداد بقيادات كبيرة في الداخلية وصولا إلى وزير الداخلية نفسه. ومش بس وزير الداخلية، يقال إن عزت حنفي كان ليه علاقة برجال كبيرة في الدولة زي حسين سالم وعلاء وجمال مبارك. علاقته الكبيرة دي بقى وكل اللي احنا قلناه ده مكنوه في التجارة في المخدرات والسلاح بحرية تامة، وبدأ في تكوين إمبراطوريته على الجزيرة أو على قرية النخيلة، وبدأ في الاستيلاء على الأراضي الزراعية. وكل إن هو وعائلته استولوا على حوالي 280 فدان. وبالإضافة بقى لعائلته الكبيرة دي بدأ إنه يكون تشكيل من الخارجين عن القانون والهاربين من العدالة، وقام بزراعة المساحات الكبيرة اللي هو استولى عليها دي اللي هم 280 فدان بالأفيون والحشيش والبانجو والحاجات اللي زي كده. ومع مرور الوقت بدأ فعلا يكون إمبراطوريته الضخمة، وزاع صيته ونال شهرة واسعة بمحافظته والمحافظات التانية. وده خلى بعض الصحفيين أو الإعلاميين يتكلموا عن أخباره، بس هو كان بيقوم بتهديد أي حد يتكلم عنه، وده عشان يحافظ على الإمبراطورية اللي هو عملها. فضلت الأمور تسير كما يخطط لها إمبراطور النخيلة ويريد، ولكن بداية النهاية كانت عام 2001. وعام 2001 وقعت خصومة بين عائلة عزت حنفي وبين عائلة أخرى في الجزيرة، والخلافات بدأت لما أحد أعضاء العائلة التانية دي كان عايز يبني منزل أمام منزل عزت حنفي. بس إزاي يبني بيت قدام منزل الإمبراطور بتاع الجزيرة؟ طبعا الموضوع ده ما عجبش عزت حنفي، وأثناء ما الشخص ده بيبني البيت بتاعه قام عزت حنفي بإطلاق وابل من الأعيرة النارية كادت أن تقتل هذا الشخص. وبالفعل ده خلاه ما يبنيش البيت بتاعه ده. بس الشخص ده منسيش اللي حصل وحاول انه ينتقم من عزت حنفي. وفي يوم من الايام عمل كمين لعزت حنفي وهو راجع الى منزله. الكمين ده كان وسط الزراعات، وقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على عزت حنفي. ويقال إن عزت حنفي كان معاه أخوه حسن، والأعيرة النارية دي أدت إلى مقتل حسن أخواز.
الموضوع ده ولع الدنيا في الجزيرة، والقتال والمعارك ما بين العائلتين اشتد، والموضوع وصل وكبر جدا. وكان في بعض المواقع بتقول ان في 5 اشخاص كانوا ضحايا للموضوع ده، وبعض المواقع الاخرى بيقول ان الضحايا وصل ل9 اشخاص. بعدها الداخلية والشرطة كانوا عايزين يسيطروا على الوضع في الجزيرة، فارسلت حملة امنية عشان تمنع تجدد الخصومات السائرية ما بين العائلتين. واللي زود الموضوع أو كبر المشكلة إن حصل تبادل إطلاق نار مع الداخلية نفسها من قبل عائلة عزت حنفي. كمان اللي زود الخلافات بين عزت حنفي والداخلية لما قامت بالقبض على بعض أعوانه المقربين ليه، ورفضت إن هي تطلعهم أو تفرج عنهم. عزت حنفي بقى وعائلته عملوا حاجة كبيرة جدا، إن هم راحوا وقفوا قطار الصعيد السياحي على السكة الحديد. وهنا الداخلية بقى اعتبرت إن الموضوع ده تحدي كبير ليها. حاول الكثيرون إنه يرجع العلاقات ما بين عزت حنفي وقيادات الداخلية إلى سابق عهدها، ولكن الحرب ما بينهم اشتدت والعلاقات وصلت لطريق مسدود، وأصبحت حرب علنية ما بين الطرفين، وخاصة بقى بعد تسليط الضوء الإعلامي على الموضوع. حتى إن أحد الضباط الكبار في الداخلية صرح في الوقت ده وقال: إحنا وصلنا لنقطة اللا عودة، وده بسبب إن دي هيبة وسيادة الدولة ويجب المحافظة عليها. الموضوع ده خلى وزير الداخلية إن هو يصدر أمر باقتحام الجزيرة، وده كان أول فبراير عام 2004. بس اقتحام الجزيرة ما كانش بالموضوع السهل، وأطلق عليه وقتها حرب النخيل، وما تمش اقتحام الجزيرة من أول وهلة. وفضلت قوات الأمن والشرطة محاصرة الجزيرة لمدة 7 أيام عشان تقدر تقتحم، وده لأن عزت حنفي وعائلته استخدموا تحصينات ترقى إلى تحصينات الجيوش. فعزت حنفي وعائلته استخدموا السلوك الشائكة في مجرى نهر النيل عشان يمنعوا زوارق الداخلية والشرطة إنها توصل للقرية. كمان كانوا جايبين أبراج أو بانيين أبراج وصلت لحوالي 4 و5 أدوار، وده للمراقبة والضرب منها. كمان كانوا عاملين خنادق في الأرض، والله خنادق في الأرض زي بتاعت الجيوش كده عشان يقفوا فيها ويضربوا منها. كمان كانوا جايبين دشم طينية ورملية اللي هي ما بيخترقهاش رصاص. وكانوا كمان نصبين أنابيب البوتاجاز على الأسوار وعلى جذوع النخيل عشان يقوموا بتفجيرها في حالة اقتحام الجزيرة. كل اللي فات ده غير امتلاكهم لكمية كبيرة جدا من الأسلحة زي المسدسات والبنادق النصف آلية والآلية. كمان كان بيقال إن هم عندهم 8 مدافع جرينوف بيوصل مداها ل7 كيلو متر. لما الداخلية والشرطة بقى وقيادات الأمن لقوا إن الوضع صعب كده، بدأوا يجهزوا نفسهم عشان يقتحموا الجزيرة، فاستدعوا 50 مدرعة مصفحة. كمان جابوا 60 زورق حربي، واستدعوا حوالي 3000 جندي وضابط من القوات الخاصة، وبنوا أبراج على السكة الحديد لحماية القطارات، واستدعوا بعض لوادر شركة المقاولين العرب عشان يفتحوا طرق في وسط الزراعات لتجاوز تحصينات عائلة الحنفي. بدأت الداخلية في اقتحام الجزيرة في 1 مارس 2004، ودارت معارك عنيفة وهجوم عنيف على الجزيرة عشان تبدأ تسيطر عليها وتقدر تقتحمها باستخدام 50 مدرعة والزوارق 3000 جندي من القوات الخاصة اللي احنا قلنا عليهم. وأثناء المعركة بدأت قوة عائلة الحنفي وعزت حنفي تنهار، فهو كلف بعض أفراد عائلته باحتجاز بعض الرهائن من القرية، وده للمساومة عليهم في حالة نجاح الاقتحام. بس المثير للدهشة إن الناس اللي كانوا محتجزين دول أجمعوا على حسن المعاملة من عزت حنفي وعائلته، وإن هو كمان قام بإطلاق سراحهم قبل إتمام عملية الاقتحام، وده حتى لا يصابوا بأي أذى. وبرغم اللي احنا قلناه ده كله، لم تستطيع قوات الأمن والشرطة من الاقتحام الكامل للجزيرة إلا بعد مساعدة بعض أهالي القرية، واللي هم كانوا كارهين لعزت حنفي وعائلته. تم اقتحام الكامل للجزيرة في 4/3/2004. يقال أن عزت حنفي في الاشتباكات العنيفة مع الداخلية أصيب في كتفه، وأنه هو حاول الانتحار بابتلاعه بعض حبوب السم هو كان شايلها في علبة في جيبه لما جاله خبر إن أخوه حمدان توفى في الاشتباكات، وإن في 3 من أولاده كمان اتوفوا. لما بدأ يسمع الأخبار دي حاول إن هو ينتحر بالحبيبات دي، ولكن الشرطة قدرت توصل له ونقلوه للمستشفى وتم إنقاذه وعلاجه. تم القبض على عزت حنفي وعلى 77 معاونين،
وتم توجيه إليه بعض التهم زي استقطاب بعض الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام، كمان الاستيلاء على كثير من الأفدنة وزراعتها بالمخدرات والإتجار فيها، كمان التهديد باستعمال القوة وفرض السيطرة، وتسببه في مقتل 103 شخص. تم إحالة عزت حنفي إلى المحاكمة في جلسة الحكم اللي كانت في 28/5/2006، وتم الحكم على عزت حنفي بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي. ولكن بعد مرور وقت من الأحداث دي، وبعد ما أخوه ممدوح طلع من المعتقل عام 2010، قال إن أخوه ما تحكمش جوه مصر وإن هو تم تهريبه خارج البلاد. ولكن وزارة الداخلية ردت على الكلام ده، وتحديدا مساعد وزير الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم، وقال كل الإجراءات اللي تم اتخاذها مسجلة في السجلات الإدارية للسجون، وإن كل اللي حصل ده ما ينفعش يتم التلاعب فيه. كمان بيبقى فيه رقابة على كل هذه الإجراءات من النيابة العامة ويجب تنفيذها. كمان عشماوي المسؤول عن تنفيذ الأحكام دي في بعض اللقاءات التلفزيونية أكد على تنفيذ الحكم على عزت حنفي، وإنه هو اللي قام بتنفيذ الحكم بنفسه. وبكده تبقى انتهت إمبراطورية النخيلة وأسطورة عزت حنفي. ولما الموضوع ده انتهى وخلص، ناس كتير كانت سعيدة وفرحانة باللي حصل ده، زي أعدائه والكارهين ليه، أو باعتبار إن ده راجل خارج على القانون. ولكن وعلى النقيض والمثير للدهشة إن في بعض الناس حزينة على موت عزت حنفي، وبيعتبروه إن هو بطل من الأبطال، وإن هو خسارة، وده على حسب أو باعتبار إن هو كان بيصرف وبيساعد بعض الناس. لحد كده تكون حلقتنا انتهت. أشكركم على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.